العلم من أهم الحاجات اللي قامت عليها الحضارة الإسلامية، وعلشان كده بنشوف نماذج كتير لمدارس متنوعة، ومنهم مدرسة الظاهر برقوق اللي موجودة في شارع المعز بمدينة القاهرة، واللي بناها هو السلطان المملوكي برقوق، أول سلطان في دولة المماليك الجراكسة. المدرسة تعتبر تحفة معمارية، وتخرج منها علماء مسلمين مهمين كتير زي ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع وصاحب المقدمة الشهيرة، وسراج الدين البلقيني اللي يعتبر من أهم فقهاء الشافعية في العهد المملوكي. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية مدرسة الظاهر برقوق، نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.